هو ايه الاحسن واللي اقدر ادخله في البرنامج التدريبي بتاعي لو انا بتمرن ظهر، الشيست سبورت درو ولا النيلينج وان ارم دمبل رو؟ ده اللي انا جاي اقوله لك في الفيديو النهارده. وقبل ما اقول لك ما تنساش تصلي على النبي. الاول يا صديقي، لو جينا للتمرينين دول هنلاقي ان هم بيعتمدوا معايا على حركتين مهمين جدا. اول حركه وهي الشولدر اكستنشن، لما ايديا بترجع ورا لوح الكتف عندي، والحركه الثانيه وهي الالبو فليكشن لما مفصل الكوع عندي بيحصل له تاني. فمن هنا كل اللي اقدر اقوله لك ان التمرينين دول بيركزوا معايا على اهم العضلات زي البوستيريور دلتويد الكتف الخلفي، واللاتيسمس دورساي عضلات المجنص والتيرس ميجور، ومعاهم عضلات الميدل ترابيزيوس الجزء الداخلي في الظهر. فمن هنا لو احنا جينا لاول تمرين اللي هو الشيست سبورت درو، من الميزه الحلوه اللي فيه ان هو بيأمن معاك اللور باك وبيقوي كمان العضلات اللي حوالين العمود الفقري. اما لو جينا لتاني تمرين الوان ارم دمبل رو، من الميزه الحلوه اللي فيه ان هو بيحسن معاك من الاستابيليتي والاستقرار ومن التوافق العصبي العضلي. فمن هنا كل اللي اقدر اقوله لك يا صديقي، لو انت شخص مبتدئ واول يوم في الجيم او حتى شخص متقدم، يفضل انك تدمج النوعين دول في التمارين علشان تحقق من عناصر اللياقه المطلوبه، سواء كان القوه او حتى كمان التوافق العصبي العضلي. ودي كانت الحلقه ال 12 في سلسله ايه الاحسن للتمارين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سيف وفولو وتابعنا عشان يوصلك كل جديد.